أول سحور بعد الفجر ده بيبقى مختلف تماما. دي مجنونة دي ولا ايه؟ مين دي؟ ميلي لازم نلبس الاوتفيت بتاع السحور ويتشز كفاتينز. لو انتي متجوزة على الخفيف او شبه مخطوبة فلازم يبقى عندك كفاتينز كتيرة ايفن حتى من البلح ايجنسي. انا عارف ان الجرين برجر ده الطعميه وان الجولدن بيرز ده الحرنكش. ايه بقى اليوكي فيش ده؟ ده الفسيخ. شفت الكارثه؟ لان ده الدريس كود الرسمي لرمضان وبتبقى حاجة في منتهى التوحيد والنور. هم ربنا هيسخطنا ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ اول 30 يوم في رمضان بيبقوا صعبين وبعد كده بتبدأوا تتعودوا. غبية زي ابوها. نصيحتي ليكوا لما تيجي اتسحروا بالليل قبل الحاجة، في الوقت اللي هو من بعد الفجر لقبل العصر. هو انت بتعبدي اصنام؟ حاولوا في فترة الظهر ان انتوا تشربوا مية كتير عشان شغفكم ما يتجففش. هي مجرمه في التفاصيل. وطبعا مش هفكركم بالقهوة المحوجة اللي لازم تتشرب بعد السحور. ادي اللي احنا خدناه من الحشيش وشرب القهوه. ابعدوا عن الفلفل سواء كان زعلان او قطران، وان هو الفعيان المرسل اللي انا عايش فيه بسببك؟ صدقيني محدش مهتم ان ده اول رمضان في بيت جوزك، هو اصلا مش طايقك بس مخبي. جيتي ما انا اتجوزتها وعايزه اطلقها. كانت طيبه ونسمه وقلبها ابيض وزي الفل، بعد كده اتحولت بقت نكديه وزنانه وطلباتها كتير ما بقتش ملاحه. انا عايزة رمضان ده ما تسكتوش لبعض. كل سنة وانتوا سوبر طيبين وربنا يهدي النفوس. انت مالك؟ انت بتتحشري ليه؟ انت مين انت؟